بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دوت كان فطارنا. أنا كان عندي عجينة فلافل في الفريزر، طلعتها وقليتها وعملت جنبهم طماطم. الطماطم دي بقطعها كده هوت شرايح، وبحط عليها ملح ونقطة كمون وشطة وزيت ونقطة خل. تمام. وبنعمله سندوتشات الفلافل، وبقوم حاطه عليها الطماطم. وهنا هوت كنت عامله اللوبيا ام عين سودا، كنت نقعاها من بدري، من اول ما صحيت من النوم. بصحى بدري انا الساعه 7:30 8 كده كنت نقعاها. وبعدين هديها سلقه كده هوت علشان تستوي في الصلصه بسرعه. وديت انا كان عندي فراخ، اللهم صل على النبي، وراك وجناحات. دي الخلطة بتاعتها. بحط لها ايه بقى؟ طماطم وفلفل اخضر وملح وفلفل اسمر وسكر وكمون، وقصدي وكزبرة وبابريكا وشطة وورق لوري. تمام. بعملهم في الخلاط كده هو ببق مية، نص كوباية مية كده عشان بس ايه، تعرف تتحرك في الخلاط. تمام. وفلفل اخضر حامي. وانا هوت الفراخ انا كنت طبعا غسلها جامد قوي بملح وخل والميه طبعا ومنضفاها. قلبت عليها بقى خلطة البصل بالطماطم بالتتبيلة ديت. تمام. وهو دوت فلفل اخضر كوبي، ونوت هعصر عليها نص ليمونة. نص ليمونة دي بتخلي طعمها تحفة طبعا. وحطيت عليها زيت، وزي ما قلت لكم نص كوبايه ميه. هقلبها بقى حلوه قوي 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 قوي، واحطها على العين من فوق. تمام. وبعد كده بعد ما تاخد غلوه هقوم مدخلها في الفرن. ماشي يا حبايبي. على فكره طعمها بيبقى حلو قوي، احنا بنحب الخلطه بتاعتها ديت، بنحطوها على الرز، بنغمسوها بالعيش، بتبقى حلوه الصراحه. يعني ممكن اعمل الاكله ديت من غير اكل جنبها، ممكن حبه ملوخيه خضراء. بديكوا افكار اهو جنب الرز، وتبقى غدوه اليومين مثلا. فاهميني؟ اهي كده بتغلي. بعد كده هحطها في الفرن وهوريها لكم لما تطلع. هنا بقى دي بعمل التسبيكه بتاعت اللوبيا. ده بصل بالسمنه. هنا انا بعد ما غليت بقى ايه، هحطها في الفرن زي ما قلت لكم كده لحد ما تنشف شويه بقى ايه، وتستوي براحتها. ماشي حبايبي. هنا بقى ده عصير طماطم عشان احطه على البصله بتاعه اللوبيا. انا ما بحبش احمر البصله قوي عشان القولون طبعا والمعده زي ما انتوا عارفين. ماشي حبايبي. فين بقى اللايكات بتاعتكم؟ فين تعليقاتكم الحلوه؟ يلا حبايبي، اشوف وشكم بخير بقى بعد اكلة الفراخ الحلوه ديت. يلا باي باي.